دعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي منذ ما يزيد عن أسبوع للتظاهر اليوم أمام مقر التلفزة التونسية بعد وصف العاملين بها بالبنفسجيين وإعلام العار، معتبرين أن من يسيطر على الخط التحريري للمؤسسة وأصحاب القرار فيها هم من المنتمين لليسار والعلمانيين ممن يعادون الحكومة الشرعية. الحملات دعت إلى تطهير الإعلام وإصلاحه، لكنها لم تخلو من التحريض على العنف والإرهاب. الصور نقلناها من أحد المواقع الإلكترونية، والأكيد أنها مألوفة عند الكثير منكم، تعبر بوضوح عن معنى الإصلاح وسبله حسب هذه الفئة. الإعلام بصفة عامة لازم دروس في الصدق وفي الأمانة وفي القيم الإسلامية. الإعلام التونسي منحاز لليسار والعلمانية. الإعلام التونسي ما يفهمش للشعب هذا، راه متمسك بهويته، متمسك خاصة بدينه وبإسلامه وبالشريعة الإسلامية. هذه حاجة مغيبة في الإعلام التونسي، خاصة ثم وجوه يتنقلوا من قناة لقناة كأنها تونس هذيك المثلهم. أنا مثلا في الأخبار ماذا بيا نشوف مرأة تقدم الأخبار نشوفها متحجبة، عليه مثلا الشعب التونسي تعودتوش يحب شكون متحرر متحجبات، تلقى فيهم دكاترة وأساتذة كذا، ونحب زاد شكون يقدم الأخبار يكون ملتحين لحية الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمت كيفاش؟ اليوم وبعد صلاة الجمعة بدأت الحشود في التوافد أمام مقر التلفزة التونسية. رايات حزب التحرير بدت حاضرة وكذلك رايات السلفيين. تجمع قرابة 3000 شخص، منهم أنصار حركة النهضة وحزب التحرير وسلفيون ومواطنون ليس لهم أي انتماء سياسي. شعاراتهم كانت عنيفة ومعادية للصحفيين، توجه لهم أصابع الاتهام وتنعتهم بأبشع النعوت وتحملهم مسؤولية كل ما يحدث في البلاد، بل البعض ذهب إلى أن الصحفيين في هذه المؤسسة يعملون ضد مصلحة الوطن. خلص فيك أنا وذاكم يا خطير نخدم أنا ضد مصلحة البلاد يا مصر. شايف أنا عليكم أنتم الهالة الإعلامية اللي عاملينها، ايش بيكم ما تكلمتوش على حادثة نتاع فوسة؟ ايش بيكم ما تكلمتوش على العباد اللي تحرقت في سيدي بوزير في المركز نسيتوها؟ ولا شوية تخدم الطرف وطرف لا؟ بلاد يلزمها طرف تحبوا تهيجوهم جديد. اول شيء التلفزه ما تمثلناش، ما يراش التونسي ما يراش روحه في التلفزه، يخزن التلفزه حاجه غريبه عليه. ثم استفزاز كيفاش يعني في كل شوف برشا مظاهر نتاع الاستفزاز. اول شيء مثلا الى حد ما المسار توا تونس اختارت كيما نقولوا من يحكموها، يعني لازم يمشيوا مع مشاعر الناس، ولو انا ضد بالنسبه للاخبار ثم هو التناسب. انا مثلا مش ممكن ياسر نتفرج في نشر شو نقول اهم ما فما في الاخبار يبداوا به. مثلا اذا كانوا شتكم مثلا ساعه غير ربع انا نتفرج ربع ساعه، هذا نختاروا اهم ما فما على به. حتى كان ثم تحرك بالطبيعه حكومه غلط ولا صحيح، انا كاعلامي نوصلوا كيما هو. المحتجون وزعوا بيانا تضمن جمله من المطالب وصفوها بأنها ستمكن من تطهير إعلام العار واسترجاع الشعب لمؤسساته الإعلامية، وختموا البيان ب: نمهلكم أسبوعا بتلبية هذه المطالب. ثم أخت منكم عيت لي، كانت خايفة، عملت معها انترفيو، كلمتها، حكيت حقائق. كيس كو زافي باسي 30 سكوند والمهم لا سونسور اللي الكلام اللي باش يتقال ليسونسيال ما خليتوش الانسان يسمع. كيفاش انا نعطي بك الثقه؟ ثم شعب، ثم هويه تونسيه، التونسي عربي ومسلم. لكن اذا كان عربي مسلم ما نجمش يكون هو من مجرم، يعني ماهيش اجرام هذا. ليه؟ علاش كل مره والمندسين توا هنا واقفين قدام عند الاذاعه والتلفزه التونسيه، فما ناس جاوا سلفيين وبالعلامات نتاعهم وعيطوا وعملوا كل شيء، لكن بهدوء. الانتقادات شملت الخط التحريري وترتيب الأخبار والتركيز على مواضيع وإهمال أخرى، والحياد والاستقلالية والخلفية السياسية للصحفيين وهات من هذه الشعارات. نهاية الكل يريد إعلاما على المقاس، لكن أي مقاس في ظل التجاذبات السياسية والاجتماعية وتباين الآراء والمواقف حول كل ما يحدث في البلاد. هذا وعبرت نقابات